في قرية صغيرة هادية كانت بيل ماشية وسط السوق، بيبصوا لها ويتهمسوا، شايفة نفسها طول الوقت بتقرأ. بس بيل كانت مختلفة، كانت بتحب الكتب أكتر من اللبس والكلام الكتير. وأبو بيل كان مخترع، كان في الورشة بيصلح آلة غريبة. صرخت بيل من بعيد: بابا هتلحق المعرض؟ ضحك وهو بيشد مسمار: هخلص قبلها بدقيقة. في طريقه للمعرض دخل الأب الغابة بالغلط. الجو بدأ يغيم وصوت الديب عالي. الحصان اتخض وفضل يزعق: اهدى اهدى يا فيليب. وفجأة شاف بوابة قصر كبير مظلم وغريب. الأب دخل القصر والقاعة كانت فخمة بس فاضية، الشموع بتولع لوحدها وكأن القصر صاحي. قال بصوت واطي: في حد هنا؟ أنا تايه بس. وهو ماشي لقى وردة حمرا بتلمع جوه قبة زجاج. وفجأة صوت ضخم رج القصر قال: مين اللي دخل قصري؟ ظهر الوحش من فوق السلم، ضخم ليه أنياب وقرون وعينه غضبة. الأب وقع على الأرض من الرعب وهو بيقول: أنا آسف، ما كنتش أقصد. الوحش حبسه في القصر، وفي نفس اللحظة في البيت الحصان رجع لوحده. صرخت بيل وهي شايفة السرج فاضي: بابا فين راح؟ ركبت الحصان وجريت من غير تفكير. بيل ركبت الحصان بأقصى سرعتها. المطر بدأ ينزل والبرق بينور الغابة. كانت شايفة القصر من بعيد، ضخم ومظلم وشكله يخوف. نزلت من على الحصان قدام البوابة وفتحتها بإيديها المرتعشة. دخلت القصر بتنده على باباها بصوت عالي: بابا انت هنا؟ الصوت بيرجع في القاعة الفاضية. وفجأة سمعت صوت خافت جاي من زنزانة. جريت عليه وهي بتقول: بابا أنا جاي أخرجك. وصلت للزنزانة وشافت باباها تعبان ومرعوب. امشي يا بيل. لكن قبل ما تفتح الباب ظهر الوحش فجأة بصوته المخيف: هو مش هيخرج، هو دخل مكاني بإرادته. وبيل وقفت قدامه بشجاعة وقالت: خدني أنا مكانه. الوحش وافق وفتح باب الزنزانة. الأب حضن بيل وهو بيعيط: إزاي تعملي كده؟ لكن الحراس السحريين خدوه على الحصان. وبيل بصت له وهي بتدمع والباب الكبير بيتقفل وراها. فأول ليلة بيل كانت قاعدة لوحدها في أوضة فخمة بس حزينة. الشمعدان السحري لوميير دخل وقال بلطافة: العشاء جاهز يا آنسة. بيل ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت: مش جعانة شكراً. في اليوم اللي بعده الوحش حاول يبقى مؤدب: تيجي تاكلي معانا؟ بيل بصت له بخوف وهدوء وقالت: لما تكون لطيف يمكن. الوحش اتفاجئ لكنه مزعلش ومشي في هدوء. الوقت عدى وبيل بدأت تضحك والوحش بدأ يتغير. في ليلة سحرية نزلت بيل من السلم بفستان أصفر ملوكي، شعرها مرفوع وعيونها بتلمع. الوحش مستناها في القاعة لابس بدلة فخمة. مسك إيدها وبدأوا يرقصوا تحت نجفة ذهبية بطيارة. القرويين هجموا على القصر. الوحش اتصاب وهو بيحميها. صرخت بيل وهي حضناه: بحبك ما تمشيش. وفجأة نور قوي لف حوالين الوحش واختفى وظهر مكانه أمير وسيم. بيل بصت له باندهاش: انت؟ الأمير الوسيم بعينه الزرقاء اللي فيها طيبة. قال بهدوء: أنا كنت دايماً جوه الوحش. وبصوا لبعض وهم بيضحكوا ولف حواليهم نور سحري رجع القصر لحالته الجميلة. وبدأت قصة جديدة بس المرة دي مليانة حب. لو عايزين تشوفوا كل جديد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.